السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه الحلقة الجديدة من جديد المحترفين المغاربة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وجديد المنتخب المغربي لكرة القدم بناء على مصادر موثوقة كما عودناكم مشاهدين الكرام. وقبل البدء لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية سفيان ديوب يغيب عن التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي في التربص القادم. النصيري يتفنن في تضييع الفرص من المسافات السامحة للتسجيل. الكعبي يدخل كبديل ويواصل نجاعته الهجومية ويحرز هدفين جديدين ويتربع على عرش هداف البطولة اليونانية. شادي رياض يتألق في مباراة جنونية فيما الزلزولي يغيب عن القمة ويفقد الرسمية في ريال بيتس. تأكد رسميا غياب اللاعب سفيان ديوب المحترف بنادي نيس الفرنسي، وذلك بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها على مستوى الركبة والتي كانت سببا في غيابه عن كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار. بالرغم من عودته بعد ذلك، لكن الإصابة زارته من جديد ليغيب عن فريقه، ويغيب عن الفريق الوطني في الوديتين القادمتين أمام أنغولا يوم 22 من مارس وأمام موريتانيا يوم 26 من مارس. ويحتاج سفيان ديوب شهر ونصف من الراحة ليبدأ عملية الترويض على أن يعود للتدريب في شهر أبريل القادم. النصيري يضيع فرصة سامحة للتسجيل في منطقة عمليات ريال مدريد لكنه قذفها عاليا دون تركيز في الدقيقة 7 من المباراة، ولو سجل النصيري هذا الهدف لكان رد على منتقديه. ولو أن القمة أمام الريال الملكي وبعقر داره كانت معيارا لرفع كوطته، والحال أن هدفك كان يؤدي الثمن غاليا بعد أن رد الريال بهدف لوكاس قبل أن يعدل عن قرار الهدف لأنك كنت في موقع الإصابة قبل الهدف. ومع ذلك، يمكن القول أن النصيري لم يتوصل بالفرص والعمليات المفترض أن ينظمها إشبيلية في قمته، ولكنه سقط في سيطرة الريال وضغط عليه مطلقا دون أن يصل إشبيلية لا مرمى الريال إلا بمناوشات صدها الدفاع. والحال أيضا أن النصيري كان يدافع أيضا وفق النهج المسطر، وبالتالي تواصل المد المدريدي لا غاية الدقيقة 81 التي ستعلن وصول الفريق الملكي إلى هدف الفوز القاتل. من البديل؟ مودريتش، ويزكي موقع الريال بإرادة الفريق الذي لا يقاوم. فيما هدفان جديدان لأيوب الكعبي بأوروبا، إذ رفع السقف عاليا بتوصله إلى تسجيل ثنائية جديدة رفعت المقام إلى 7 أهداف بشكل متتالي بعد المشاركة في كأس إفريقيا الأخيرة، وأوقفت العداد إلى 12 هدفا في بطولة اليونان في دورتها 24 بعد أن تفوق أولمبياكوس على ضيفه أستيراس تريبولي ب2-1. وكان فريق أولمبياكوس متأخرا بهدف يابولونسكي منذ الدقيقة 45 من الشوط الأول، لكن أثر مدرب أولمبياكوس لمنح إشارة دخول الدولي أيوب الكعبي في الدقيقة 57 من المباراة، ومنها سيقتات من النجاعة وسيسجل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 79. أراحت المدرب الذي قال بأنه أخطأ الاختيار لفريق الانطلاق من البداية، بل وسيعود الكعبي بهدف الفوز الذي أحيا المدرب بفوز تحول لا ريمونتادا بعد خسارة مسبقة لام 79 دقيقة الأولى. وبهدفي الكعبي عاد إلى صدارة الهدافين المشتركة مع الإسباني لورين مورون هداف أريس سالونيك ب12 هدفا، وهو ما يعني أن الكعبي سجل في مجموع مبارياته المحلية والأوروبية 19 هدفا. وفي الجهة المقابلة، إن المدافع الأولمبي شادي رياض راهن على العودة إلى مكانه الطبيعي مستغلا غياب اليوناني باباتروبوليس، وقدم مباراته الرائعة والكاملة تنافسيا حيث تفوق في 3 نزالات أرضية و4 نزالات عالية محصنا منطقته الدفاعية لا جانب الأرجنتيني بيزيلا. فيما اعترف الزلزولي بتنازله عن الرسمية لأنه لم يقدم الإضافة المرجوة في أكثر المباريات حضورا وحظا في التناول الهجومي. وسجل لبيتيس كل من فيلا في الدقيقة 13 ويوري من ضربة جزاء في الدقيقة 38، فيما قلص غوزونيلا النتيجة عند الدقيقة 45+7 من الشوط الأول. لكن بيتس سيعود لحسم الشكوك بهدف ثالث في الدقيقة 67 عن طريق كاردوسو. وبهذا الفوز
ربح بيتس تسلقه للمركز السادس برصيد 42 نقطة منافسا على أدوار الكؤوس الأوروبية. وخلاصة الأمر السؤال الذي يطرح نفسه: مع كل هذه المعطيات هل سنرى المنتخب المغربي بوجه آخر في الاستحقاقات القادمة، أو سنرى الركراكي بنفس النهج ونفس الأسماء التي تم استدعاؤها سابقا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. وفي نهاية هذه الحلقة نرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.